شوف لي يا عم محمود بعد إذنك النتيجة بتاعتي. قول يا حموكشة رقم الجلوس بتاعك. 12 16 24. 12 16 24. جاري البحث. استرها يا رب، أنا كنت بره كويس ومية مية، التوتر مسكني ليه؟ حموكشة يا محمود السيد 45%. 45%؟ دي درجة حرارتي دي ولا نتيجتي في الثانوية؟ كلنا لها يا حموكشة، كلنا لها. وانت يا ابني يا برشامة هشوف لك نتيجتك ولا ايه؟ أكيد يعني يا عم محمود هتشوف لي نتيجتي، ما أنا مش جاية أتفسح هنا. طيب قول يا ابني رقم الجلوس بتاعك. 23 24 26. برشامة أحمد برشامة. ها طمني يا عم محمود. 55%. 55%؟ يا حسن السودة أنا يما، قالوا إيه بيتخانقوا عليا، اللي عايزني أخش طب واللي عايزني أخش هندسة. أنا كده بدرجتي دي يا رب ألحق معهد فن تجاري. إنا لله وإنا إليه راجعون. قول لي بقى يا حموكشة، أنا هروح البيت إزاي دلوقتي؟ وأبويا وأمي هيسألوني عن النتيجة، أقول لهم إيه؟ أنا عندي ليك حل كويس. إيه هو بقى يا عم حموكشة؟ الحقني بيه بسرعة. أنت تقعد معايا هنا لحد الساعة 12 بالليل وما تروحش دلوقتي، يكون خالك وعمك روحوا. هو أنت كده يا فالح فاكر يعني لما أقعد معاك لحد الساعة 12 بالليل خالي وعمي مش هيجوا تاني يوم؟ ولا مش هيرن على أبويا ويسألوه؟ يبقى خلاص بقى يا برشامة، روح لهم بقى، قضاء وقدر. ينفع كده يا حاجة؟ الواد بقى له ساعة برن عليه ما بيردش عليا. هدي نفسك يا حاج، يمكن محدش عارف ظروفه ايه، كلها شوية وهيجي. طب مش يرد على ابوه؟ يرد على ابوه ويطمنه عمل ايه في النتيجة بدل ما ابوه قاعد متوتر كده. معلش يا حاج، كلها شوية ومصيره يجي وهنعرف دلوقتي. اهلا وسهلا بالاستاذ، ايه اللي اخرك كده؟ معلش يا حاج، الواد حموكشة صاحبي اغمى عليه وتاب ووديناه المستشفى ويا دوب انا لسه جاي. قول لي بقى عملت ايه في النتيجة؟ يا حاج انا عايزك تستهدى بالله، انت راجل مؤمن بالله ونعم بالله. وكل حاجة قضاء وقدر. طبعا ومؤمنين كمان بالقضاء والقدر. حلو قوي يا حاج. انا بقى دلوقتي عايزه اقول لك ان في حاجه حصلت، قضاء وقدر بتاع ربنا. وايه اللي حصل بقى يا روح امك؟ انا يا حاج جبت 55%، يعني ان شاء الله هدخل كليه الشرطه. وحياة امك، يعني بعد كل المصاريف دي وكل الفلوس اللي انت اخدتها واصرف عليك طول السنة دروس وتجيب ملازمات وتجيب هدوم وكل ده وفي الاخر جايب لي 55% يا حيلتها؟ يا حاج استهدى بالله، انت لسه دلوقتي بتقول انك راجل مؤمن ومؤمن بالقضاء والقدر، فده قضاء وقدر بتاع ربنا. قضاء وقدر بتاع ربنا على عيني وعلى راسي، لكن عقابك ده بتاعي انا. فاكر نفسك هتخلع مني؟ وحياة امك اللي قاعده قدامي دي اللي ما عرفتش تربيك، لعلمك الادب. حمود الحقونا، صباح يا حاج. انا مش هرحمك، خد دي. الحقيني يما. امك مين دي اللي تلحقك؟ محدش هيعتقك مني.